شهدت أسعار الدواجن يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 ارتفاع قياسي ببداية التعاملات في سعر الفراخ الساسو بالبورصة والأسواق بقيمة 5 جنيه للكيلو الواحد، لتسجل الآن 85 جنيه بدل من 80 جنيه. جاء ذلك بسبب إقبال المواطنين على شراء الدواجن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم تزامنا مع عيد الأضحى وفقا لشعبة الدواجن. انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع لتسجل 69 جنيه بدلا من 70 جنيه، لتصل إلى المستهلك بقيمة 78 جنيه. أسعار دواجن الأمهات اليوم: انخفضت أسعار دواجن الأمهات اليوم لتسجل 63 جنيه بدلا من 65 جنيه، لتصل للمستهلك بقيمة 70 جنيه. أسعار الدواجن الساسو اليوم: ارتفعت أسعار الدواجن الساسو للفراخ الحمراء اليوم لتسجل 85 جنيه بدلا من 80 جنيه، لتصل للمستهلك بقيمة 93 جنيه. استقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزارع لتسجل الآن 99 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيه. سجلت أسعار البانيه اليوم 175 جنيه وينخفض السعر بحسب المنطقة السكانية. وسجلت أسعار الأوراق قيمة تتراوح بين 75 جنيه و81 جنيه للكيلو بحسب المنطقة السكانية. وسجلت أسعار الكبد والأوانس سعر يتراوح بين 65 جنيه و70 جنيه والكيلو حسب المنطقة السكانية. ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 جنيه و60 جنيه. هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 12 جنيه، كما سجل كتكوت الساسوس 11 جنيه، كما سجل كتكوت البلدي 7 جنيه. وانخفض سعر الكتكوت الهجيني ليسجل 7 جنيه تقريبا، والفيومي 8 جنيه. أسعار البيض في مصر: استقر أسعار البيض اليوم في مصر ليسجل سعر الطبق البيض الأبيض نحو 99 جنيه، بينما سجل سعر الطبق البيض الأحمر 105 جنيه، ووصل سعر الطبق البيض البلدي 110 جنيه. شكرا لكم على المتابعة، ما تنسونيش في لايك كومنت اشتراك في زر الجرس، اختار كلمة كل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.